السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من اوت دورز بالعربي. النهارده انا بتكلم على البندقيه دي لعده اسباب. اول سبب ليها ان البندقيه دي في تكساس مش محتاجه رخصه ان انت تشتريها. دي انت ممكن لو انت في الولايه عندنا هنا ممكن تشتريها من والمارت، ممكن تشتريها من اي محل بتاع ادوات رياضيه بيبيعها، لان البندقيه دي بتعتبر سلاح، بس سلاح بدائي. تاني حاجة، البندقية دي ممكن تصطاد بيها أي حيوان عادي جدا. تصطاد بيها دب، تصطاد بيها نمر، تصطاد بيها غزال، تصطاد بيها موس، تصطاد بيها إلك، تصطاد بيها أي حاجة أنت عايزها. النوع ده من البندقية عمره حوالي 800 سنة. ده أول نظام للبندقية اتعمل، اللي هو النظام البدائي اللي بيتعبى من الماسورة أو المازل لود. المازل اللي هي الماسورة لود يعني يتعبى، فهي اسمها الحرفي البندقية اللي بتتعبى من الماسورة. طبعا في ناس كتير من اهلنا عارفينها، واخواتنا في ليبيا وفي الجزائر او الاردن كمان بيبقى عندهم البندقيه دي كده متعلقه على الحيطه بتاعه الجد. ربنا يبارك في اهلنا في كل حته هم موجودين فيها. بالنسبه للي انا بستخدمها او اللي انا بحب اصطاد بيها، انا ما بصطادش بالبندقيه البدائيه قوي، لان في نوع منها اللي هو الماتش لوك. ده يا جماعه عباره عن بندقيه زي دي، بتحط منها البارود، وبعدين تحط البليه او الكوره الرصاص، وبعد كده تحط جواها كبريت وانت ورزقك بقى، وتضرب تيجي فوق تيجي تحت تيجي في الغزاله تيجي في جارك، الله اعلم. فانا ما بحبش النوع ده خالص، يعني انا مش عارف الناس زمان كانوا بيحاربوا ازاي، بس هم كانوا بيقفوا صف، حط البندقيه قدامه ويضرب وزي ما تلبس. النوع التاني اللي هو الفلنت لوك، وده اعلى شويه، وده بيبقى فيه هامر او فيه شاكوش صغير كده في الجنب زي ده كده، بس طبعا مش متقدم زي ده، وبيعمل احتكاك، وعن طريق الاحتكاك ده بيولع البارود، يعني بشراره بتضرب بتولع البارود في الماسوره ويضرب. وبعدين في البندقيه بقى المتقدمه منها اللي هي دي، او المودرن مازل لودر. والمودرن مازل لودر دي لذيذه جدا، زي كأنها بندقيه عاديه فيها ماسوره 50 كال، اللي هي نفس الطلقه السلاج او السبت بتاعت الخرطوش ال 20. هي الطلقه بتاعتها طلقه رهيبه، يعني طلقه كبيره وحلوه وتقيله، ولما بتضرب في اي حاجه بتوقفها. الماسوره نفسها مشخشنه. شكرا لاصحابنا على الصفحه بدل كلمه مشخشنه فيها حلزونات، هي رايفلد من جوه، ومن ورا فيها بريسيجن كاب، فيها كاب اللي هي دي. الكاب دي بيتحط فيها برايمر. البرايمر ده يا جماعه اللي هو ظهر الطلقه العاديه، يعني اي طلقه 9 مللي 22، اي طلقه فيها برايمر زي ده كده صغنن اللي هو بيتركب في ظهر الطلقه. هنا البرايمر بيتركب في الكاب، وبعد كده لما بتضربه بيطلع الشراره من هنا، الشراره بتدخل جوه الماسوره تولع البارود، وبعد كده تضرب المقذوف او الطلقه بتاعتنا. وبعدين فيها طبعا قطعه زناد، وفيها هامر شاكوش عادي جدا جدا جدا، هامر زي المسدس العادي خالص، بيضرب الابره تضرب. بص برضو بدائيه، طبعا مش عارف اوريكم الابره بالظبط، بس هي بدائيه جدا. الجريب او المقبض بتاعها سنتاتيك، الستوك او الدبشك بتاعها برضو سنتاتيك، بس في في شويه رابر كده، في هنا حته كاوتش عشان تاخد الرده الرهيبه بتاعتها. فيها تلسكوب حلو. البندقيه دي بتضرب 100 متر 130 متر مفيش مشكله. وبعدين عندك العصايه بتاعه التعمير اللودنج ستيك، تفكها وتركبها، تقلبها تديها شويه طول كده عشان تعرف تكبس زي ما انت عايز من الماسوره. يا جماعه دي شغلانه، هي حقيقي شغلانه، بس شغلانه ممتعه، وبتديك 10 ايام زياده او 15 يوم زياده في موسم الغزال. بعد ما كل الناس تروح بيتها وتبطل صيد، تبقى انت الوحيد في الغابه ومعاك 2 كمان مثلا وبراحتك خالص. طيب تعالوا نشوف هي بتشتغل ازاي. اول حاجه هناخد البريسيجن كاب بتاعتنا او الكاب بتاعت البرايمر بتاعتنا، نحطها ورا هنا كاب، تربطها بايدك يدوي، طالما بتربط يدوي البندقيه حلوه ونظيفه. بعدين تاخد كاب منهم. المفروض لو احنا بنضرب بيها، انا اعبي البارود الاول، بعد كده احط الطلقه، بعد كده احط الكاب. انا في ظهر الباك يارد عندي مش
هضرب طلقه بس. انا ممكن اسمعكم صوت الايه، الكاب بس، اللي هي الاحتراق الخفيف اللي بيحصل. هي كده. طبعا هي بيبقى صوتها اعلى بكتير جدا لو جواها البارود الحقيقي. الكابس دي بتيجي ان لاين في علب بالشكل ده. انا ضارب بيهم شويه يعني. والبارود بتاعها دي ممكن استخدم فيها بارود سايب، بس البارود السايب اشتعاله عالي ومقرف وتوقعه عليك ويعني. ففي نوع تاني اظرف بكتير عاملينه سلفر فري من غير سلفر، اسمه بايرودوكس. البايرودوكس ده عباره عن بيلتس او حبيبات كده. ده شكلها، هي طبعا شديده الاشتعال، فيها خرم رفيع من النص عشان تلقط الشراره، ودي بتسقطها جوه الماسوره على حسب اللود اللي انت عايز تعمله. انا بحب اصطاد بماجنم لود، والتلسكوب مظبوط على ماجنم لود. فانا عامل 3 مجهزهم، معاكش اعمل 6 بس انا معايا 3 دلوقتي مجهزهم. دي لما باجي احطها في البندقيه بفتحها، وبعدين بقلبها وانزلها جوه الماسوره، يبقى عندي بلت 2 3 والطلقه فوقيهم. وبعد ما اعمل كده بقوم كابسها، اقوم ماسكها واخد ال3، قالب التيوب بتاعي هنا كلها بتدخل في الماسوره تقف هنا، وبعدين اخد العصايه بتاعتي اكبسها للاخر، بعدين افتح البندقيه احط البرايمر وانا بقعد اصطاد وهي مفتوحه، لان انا مش عايز بالصدفه حاجه تحصل. ساعات بصطاد بيها كده لو الحيوان قريب، بس عمري ما بشد الهامر ورا. سيفتي وايز، عشان ما تضربش. هو المازل لودرز من البنادق المعروفه ان هي بتضرب لوحدها للاسف يعني. في البنادق الكبيره الجديده التراديشنال مش المفروض، بس انت معاك بارود حي جوه، يعني معاك بارود صاحي قاعد لوحده كده، لو هو جوه طلقه ولا هو جوه حاجه، وقاعد جوه البتاع، ماسوره سخنت عمل شراره ولع على ايه. هي مش من البندقيات السيف قوي، يعني السيفتي بتاعها مش عالي، بس هي ممتعه وبتكستند السيزون. في منها انواع تانية غير التراديشنز، يعني في كذا شركه تانية بتعملها. تي سي بتعملها برضو، بس احنا بنفضل التراديشنز. وهي بندقيه ظريفه، يعني حاجه جديده بالنسبه لكم، شويه معلومات جديده، وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله نستخدمها في السيزون الجاي. و... ولو في اي حاجه عايزين تسالوها مفيش مشكله خالص ان شاء الله. وهنعمل حلقه اجوبه على بعض الاسئله. احنا جات لنا اسئله كتير قوي، في منها اسئله هرد عليها، وفي بصراحه اسئله تانية غريبه جدا يعني. يا جماعه احنا طالعين نصطاد، يعني طالعين نصطاد، يعني طالعين بنحط رمح في حيوان او بنحط طلقه في حيوان وبنسمي عشان ناكله، فاحنا يعني بنزهق روح في الصيد، ودي حاجه طبيعيه. و... و... وبدايه الانسان اصلا كان الجمع والصيد والالتقاط. فموضوع المفسدين في الارض ده والكلام الهايف ده اللي هو مش صحيح اصلا، ده كلام يعني ما يصحش. ولو انت هتطلع تقول لنا حرام عليكم الغزاله، ما تاكلش لحم. يعني انت بتروح تشتري همبرجر، او بتروح تشتري حته ستيك، او بتاكل فراخ. ما الفرخه دي كانت ماشيه على الارض قبل كده بتقول كوكو يعني او كاكاك. ويعني فيا جماعه لو انت هتيجي تقول لي كده خليك فيجن. ولو انت فيجن ما انت بتضطر برضو تاخد الجزره وتقطعها، يعني الجزره دي مش في الشجره، سيبها في الشجره، ما تاكلش، اشرب ميه. جزره وجطامها جحش. يلا، مساءكم زي الفل، ومتشكرين جدا. السلام عليكم.